بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله معانا دايرة بسيطة جدا جدا، لكنها في نفس الوقت مفيدة، وهتغنينا عن افوميتر أو مالتيميتر ب 200-300 جنيه على الأقل. أرخص حاجة دلوقتي بتقيس معظم الاعطال اللي ممكن نلاقيها في بيوتنا. يعني ممكن حضرتك تنفذ الدايره ديت في بيتك بحوالي 2-3 جنيه او اكتر او اقل، وهتغنيك. هتقيس بيها حاجات كتير، يعني هتقيس بيها المكثف، وهتقيس بيها السيليكون، وهتقيس بيها وصلات السلك قطعه ولا لا، وهتقيس بيها حاجات كتير زي ما هنشوف دلوقتي. الدايره عباره عن ايه؟ الدايرة عبارة عن ترانزستور بي سي 547 وثلاث مقاومات 200 اوم و10 كيلو وواحد كيلو زي اللي في ايدي دي. طيب، انا عندي الترانزستور لما يكون الناحية اللي فيها كتابة لحضرتك من على الشمال هيبقى الكوليكتور والبيز في النص والإيميتور على اليمين. بنوصلها ازاي؟ انا هشرح لحضراتكم دلوقتي ازاي بنقيس بيها، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هشرح لحضراتكم ازاي نفذتها وازاي عملناها. طيب تعالوا نجرب كده ونقيس مع بعض. ده شاحن موبايل اهو يا حضرات، هيغذي الدايره اللي معانا. بوصل الطرف الموجب على المقاومه اللي هي 200 اوم اللي داخله على الموجب بتاع الليدات، والطرف الارضي على الرجل اللي هي الإيميتور والسالب بتاع الليد اللي هو ده حضراتكم. طيب، هناخد الاطراف اللي هي المجسات منين؟ هناخد الموجب مع الموجب من على المقاومه 200 اوم، الموجب بتاع المجسات مع الموجب بتاع الكهرباء، وهناخد الارضي من الرجل الوسطانيه اللي هي البيز اللي متوصل بقى مقاومه 1 كيلو زي ما حضراتكم شايفين. ده طرف ارضي اهوت اسود، وهنوصل الموجب على المقاومه مع الموجب بتاع الكهرباء بالشكل ده كده حضراتكم. كده بقى عندي الطرفين بتوع القياس، وكده الطرفين بتوع التغذية. هي بتشتغل من 3 ل 6 فولت. هنوصلها على الكهرباء كده على الشاحن ونجرب نقيس بيها ونشوف مع بعض هتعمل معايا ايه. دي الكهرباء 220 اهي يا حضرات، وده الترانز وصلته بيها اللي هنقيس عليه. بصوا معايا حضراتكم، اللمبة الزرقاء قادت، لكن اللمبة الحمراء ما زالت طافية زي ما هي. طيب، نقفل كده على طرفين القياس، الموجب والسالب بتوع القياس. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اهو اللمبة الزرقاء بتطفي واللمبة الحمراء بتقيد معايا. اللمبة الحمراء ديت هي اللي عليها الشغل كله زي ما هنشوف دلوقتي. ازاي؟ اهي اللمبة الحمراء قادت والزرقاء طفيت معانا اهي. لما اشيل الطرفين بعيد عن بعض كده، الحمراء بتطفي والزرقاء هي اللي بتقيد. هنقيس مع بعض ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة معايا لمبة ليد دهيت 3 طرف. تعالوا نقيسها مع بعض ونشوف سليمة ولا لا. هنعمل ايه؟ هنوصل قطب الارضي بتاع القياس بالارضي بتاع الليد اللي هو الوسطاني ده، ونجرب الزائد لان هي لونين على الطرف ده والطرف ده. تعالوا نشوف مع بعض. هذا القطب الارضي وصلته بالوسطانية، وده الموجب. اللمبة الحمراء قادت معايا في ايدي اهيت. طيب تعالوا نوصل على الطرف الثاني. اللمبة الخضراء قادت اهيت معايا، يبقى الليد ده كده سليم يا حضرات، وبيشتغل اللونين بتوعه شغالين اهو. طيب دلوقتي عرفتني اللمبة ديت سليمة والليدتين اللي فيها شغالين. تعالوا نجرب نقيس حاجة تانية. طيب هو ممكن يقيس معانا ايه؟ تعالوا نشوف. ادي سلك اهو، ممكن اعرف السلك ده قاطع ولا لا. هوصل على طرف من الناحية كده، والطرف التاني على الناحية التانية. لو اللمبة الحمراء قادت يبقى السلك سليم، لو ما قادتش يبقى قاطع.
اهي فعلا ادت اهي يا حضرات. يبقى السلك ده كده سليم، هو بس الكابلات بتعلق اهو. اللمبه الحمراء ادت والزرقاء طفيت. طيب تعالوا نقيس حاجه تانية مع بعض. هنجرب نقيس مكثفات. هو هيقيس الدايره دي البسيطه دي، هتقيس مكثفات؟ هتقيس مكثفات زي ما حضرتك هتشوف معايا دلوقتي. انا مكثف اهوت. الوضع الطبيعي لو المكثف سليم ان هو يشحن ويفرغ. بص معايا لما اوصل الاطراف بتاعت الدايره اللي معانا ديت، هوصل الارضي على الارضي بتاع المكثف، وهوصل الموجب على الموجب بتاعه بالشكل ده. بص على اللمبه الحمراء كده اهي، اللمبه الحمراء ادت وطفيت، معنى كده ان المكثف ده سليم لانه شحن وفرغ. شحن وايه وفرغ. نجربها تاني اهيت. بصوا معايا تاني وركزوا معايا اهي اهي، شحن وفرغ. يبقى كده المكثف ده سليم يا حضرات. طيب نجرب مكثف تاني كده. ده مكثف كبير فهياخد وقت في الشحن. هوصل القطب الارضي بالارضي بتاع المكثف والموجب بتاعه بالموجب. بصوا بقى اللمبه الحمراء هتقيد وهتاخد وقت شويه لانه بياخد وقت عما يشحن. اهي اللمبه الحمراء قايده اهيت، هياخد وقت عما يشحن. لو طفت يبقى المكثف ده سليم. لو فضلت قايده على طول يبقى المكثف ده بايظ. تعالوا نشوف مع بعض. اهي فعلا بدأت تطفي بالتدريج اهيت، يبقى المكثف ده كده شحن وفرغ، يبقى المكثف ده كمان سليم يا حضرات. طيب تعالوا نجرب نقيس حاجة تانية. وده مكثف تاني معايا جديد اهوت. هوصل الارضي على الارضي، وهوصل الموجب على الموجب. بص على اللمبة الحمراء ادت معايا اهيت، نشوف هتطفي ولا لا. فعلا بدأت تطفي والزرقاء بدأت تقيد، يبقى المكثف ده شحن وفرغ، يبقى المكثف ده كمان سليم يا حضرات. طبعا هو مش هيقول لي المكثف كفاءته عالية ولا لا، ده محتاج افوميتر رقمي من الحاجات المتطورة العالية، هيديني الماكرو بتاعه او القيمة السعوية بتاعته بالظبط. لكن هو هنا في الدائرة البسيطة ديت بيقول لي المكثف سليم او تالف وانتهى الموضوع على كده. طيب نجرب نقيس حاجة تانية. ادي فرد الترانزستور قديمة اهيت، والله انا ما اعرف اذا كانت سليمة ولا تلف. معروف ان قياس الترانزستور بيكون يقيس لي طرف مع الاثنين التانيين في اتجاه واحد، والناحية التانية ما بيقيسش. لو قاس على الناحيتين يبقى بايظ، لو في طرف قاطع وطرف بيقيس يبقى بايظ. في كل الحالات المفروض حالة واحدة اللي بيكون سليم فيها ان هو يقيس على ناحية وناحية لا. طيب هجرب، مش عارف هو بقى ان بي ان ولا بي ان بي. هنجرب، هنحط الارض في النص كده، هنا ماشي، وعلى الطرف التاني قاس اهوت. طيب تعالوا نشوف، نوصل الارضي بالطرف اللي على اليمين، اللي على الشمال اسف، ونشوف التانيين كده. ما بيقش كده، ما بيقش. طيب هنوصل الموجب على الطرف اللي على الشمال مكان الارضي. لو قاس على الطرفين التانيين يبقى كده المكثف ده، يبقى اسف الترانزستور ده سليم 100%. طيب ادي وصلنا الموجب على الطرف اللي على الشمال كده قاس تمام كده اهو، اللمبه قادت. لو قاس الطرف التاني يبقى سليم، وده كده كمان قاس اهوت، يبقى المكثف ده كده سليم يا حضرات. يبقى الترانزستور ده كده سليم 100 مفيش فيه اي مشكله خالص. يبقى الدايره اللي معانا يا حضرات رغم بساطتها الا انها جميله جدا جدا جدا. قدرنا نقيس بها الاسلاك قطعه ولا لا، قدرنا نقيس بها الليدات، قدرنا نقيس بها المكثفات، قدرنا نقيس بها فرد الترانزستور. طيب ممكن تقيس حاجه تانية؟ هتقيس حاجه تانية. ديت فردة سيليكون اهيت. تعالوا نشوف هتقيس معايا ولا لا. هنوصل كده وكده، وصلت معايا اهيت. لو عكسنا الاطراف وما وصلتش تبقى سليمه.
تعالوا نعكس الاطراف اهوت. فعلا ما قاستش على الناحية التانية، يبقى السيليكونية دي كمان سليمة 100%. يبقى زي ما شفنا حضرات مع بعض دلوقتي، الدايرة اللي احنا عملناها النهاردة بتغنيني لو انا في البيت عايز اقيس اعطال بسيطة، او انا مجرد هاوي في الصيانة واعطال الالكترونيات والحاجات ديت. الدايرة دي هتوفر عليها افوميتر على الاقل ب 200-300 جنيه، واقدر ابدأ بيها واقدر اقيس مكثف فرد الترانزستور سيليكون. هنقيس حاجات كتير بيها وبسيطة جدا وغير مكلف. طيب تعالوا نشوف انا نفذت الدايرة ديت مع بعض ازاي. خليكم معانا. بصوا معايا يا حضرات، ده الترانزستور لما يكون وشه اللي فيه الكتابة لحضرتك هيبقى ده الكوليكتور، وهيبقى الوسطاني ده البيز، وهيبقى اللي على اليمين ده الإيميتور. تمام كده. انا معايا طرف دخول الكهرباء وطرف الموجب بتاع اقطاب القياس متوصلين مع بعض وداخلين على مقاومة 200 اوم. المقاومة متوصلة بالليد الازرق والليد الاحمر الموجب بتاعهم مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. بين الطرف البيز والإيميتور مقاومة 10 كيلو. بين البيز والإيميتور مقاومة 10 كيلو. كلام سليم. فاضل عندي هنا السالب بتاع اللمبة الليد الزرقاء والسالب بتاع اللمبة الليد اللي هي الحمراء. اللمبة الليد الحمراء هاخد السالب بتاعها على الكوليكتور بتاع الترانزستور، واللمبة الليد الزرقاء هاخد السالب بتاعها على الإيميتور بتاع الترانزستور مع المقاومة اللي هي 10 كيلو، وهاخد منه وهوصل بيه الارضي بتاع الكهرباء. يبقى هنا الموجب بتاع الكهرباء وهنا الارض. هنا في الطرف الوسطاني اللي هو البيز هركب مقاومة او هوصل مقاومة 1 كيلو، وهاخد منها الارضي بتاع اقطاب القياس زي ما حضراتكم شايفين كده. وبكده تكون اكتملت الدايرة معانا. لو اي حد حابب ينفذها وقابلته اي مشاكل اكتبوا لي في التعليقات او اساعد حضراتكم في تنفيذها. مفيش عندي اي مشكلة خالص. والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. لو عجبك الفيديو لايك وشير، ادعمنا باللايك والشير عشان نقدر نكمل مع حضراتكم. وما تخليش المعلومة عندك، وصلها لغيرك بنشر الفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.